تعالوا النهارده نعمل مع بعض احلى ميني بيتزا سهله وبسيطه وبتاخدش مننا وقت خالص. وبرضه هنعمل بيتزا كبيره عادي باحلى عجينه واحلى وصفه. بجد العجينه دي لو جربتيها مش هتبطلي ان انت تجربيها خالص في البيتزا، وهتعمليها دايما في البيتزا. وكمان المدارس داخله، لازم ندلع بقى اطفالنا بحاجات كده حلوه، ومش هينفع يعني كل يوم سندوتشات جبن. فيلا بقى ان شاء الله هنعمل النهارده طريقه حلوه وسهله وبسيطه وبتاخدش مننا وقت. بس اهم حاجه لو اول مره تشوفيني، انا اسمي نورا جمال. لايك وشير واشتراك في القناه، وما تنسيش تضغطي زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير زي اللي انتوا بتكتبوها. وبجد شكرا للناس اللي شرفتني جديد. ويلا نسمي الله. اول حاجه حطيت كوبايتين ميه دافيه، وحطيت عليهم معلقتين من السكر ومعلقه كبيره من الخميره. المعلقه بتاعت السكر عاديه، هي معلقه كبيره، حطيت منهم معلقتين. وبقلب بقى الخميره بالميه، وممكن تحطها ميه عاديه برضو مفيش مشاكل. وقلبيها لحد ما يدوب خالص السكر، وغطيها وسيبها لمده 10 دقايق. بعد كده ارجعي لها بنص كوبايه زيت عاديه خالص. نص كوبايه زيت حطيها على الخميره. وبعد كده حطي كيلو من الدقيق. طبعا لو عايزه تزودي تبقى تضيفي اضافه تضاعفي الكميه. بعد ما حطيت الدقيق، حطيت كمان كيس لبن بودر، او معلقه كبيره، معلقه ونص كبيره، او معلقه بس مفيش مشاكل. وكمان حطيت معلقه ملح ومعلقه بيكنج باودر صغيره، معلقه شاي العاديه خالص بيكنج باودر. طبعا هقلب بقى كل ده وهعجنهم عجنه كده تتلم خالص لحد ما يبقى ليها عرق كده، مش هنسيبها اي كلام يعني. وطبعا لو حبيتي ان انت تضيفي لها شويه ميه مفيش مشاكل طبعا، يعني لو لقيتي الميه قليله معاكي ممكن تضيفي لها شويه ميه مفيش مشاكل خالص. وبس لمي الدقيق لحد ما يتلم معاكي زي ما انت شايفاني كده. لميت بقى الدقيق والعجينه خلاص اتلمت كده زي ما انتوا شايفين. طبعا افضلي اعجني فيها لحد ما يبقى لها عرق. وبعد كده بعد ما تخلصي العجن خالص لمدة 10 دقايق او 15 دقيقة على حسب طبعا الدقيق وعلى حسب ايديكي انت كمان في العجن. هاتي البولة بتاعتك، شيلي منها العجينة بتاعتك، وبعد كده حطي دهنة زيت بسيطة. وبعد كده لمي العجينة وحطيها بقى براحتها تخمر لمدة 40 دقيقة. اقل لا مش اقل، حتى لو احنا في الحر اللي احنا فيه ده 40 دقيقة كويس قوي عليها. وهجيب بقى صلصة الطماطم، طبعا هغطيها واسيبها تخمر بقى خالص على جنب. ويلا نعمل بقى مع بعض صلصة الطماطم. معايا 5 طماطمات عاديين خالص اهو، هضربهم في الخلاط وهصفيهم. طبعا لو تحبي انت تصفيهم، لو مش عايزه تصفيهم لكن يستحسن انت تصفيهم عشان يبقوا ناعمين. وبعد كده جبت الكسرولة بتاعتي او الطاسة ايا كان اللي هتعملي فيه، او الحله برضو. جبت حطيت فيها معلقه من الزيت، وكمان خليتها تقدح كده بس مش قدحان، لدرجه السخونه. وهحط فيها الطماطم لحد ما تسخن تتسبك خالص. وحطيت بقى الفلفل والكمون. وكمان انا ما حطيتلهاش تقليه عشان مش بحب التقليه بصراحه خالص، فيها بتبقى مزعجه جدا. وحطيت لها الملح. وبعد كده جبت العجينه بعد ما خلاص خمرت بعد 40 دقيقه، جبتها قسمتها على نصين. طبعا لو معاكي هتقدري تفرديها كلها مفيش مشاكل، لكن يستحسن تقسميها على نصين كده علشان تعرفي تفرديها براحتك وتاخدي السمك اللي انت عايزاه منها. ما تبقاش تخينه جامد، مش هتعرفي تفرديها. طبعا هفردها وسمكها يبقى زي نص سنتي كده. هتشوفوها دلوقتي معايا وبكوبايه عاديه خالص اهي. يعني انا فردت العجينه وكوبايه عاديه خالص، كوبايه ميه اللي احنا بنشرب فيها. جبتها اقطع فيها بيها العجينه. طبعا لو عايزاها كبيره مفيش مشاكل، انا حبيت انها تبقى ميني بيتزا كده، بتدي شكل حلو قوي وبتدي. طبعا بصوا هو كل الاطفال بتحب البيتزا، بس طبعا غير لهم في الاطعام وغير لهم في الشكل، وحط لهم خضار، حط لهم لحوم زي ما انت عايزه. هتفرق طبعا معاهم وفي صحتهم لما تحط لهم الخضار. اكيد طبعا. لميت العجينه دي حطها تخمر براحتها خالص اهي. بعد ما خمرت يعني بعد 10 دقايق بالظبط، بعد ما لميت العجينه التانية اهي، بشيلها على طول وبلاقيها بتتفرد معايا بكل سهوله. هنا بقى معايا جبنه بيضه عاديه خالص، يعني اللي هي معلبه، بس ما تكونش مالحه. طبعا انت لو حباها مالحه مفيش مشاكل، لكن انا بحبها بصراحه ما تبقاش مالحه. بحب اضيف معاها الجبنه. الصلصة اللي احنا سبكناها على النار بصراحة بتدي طعم خرافي، احسن 100 مرة من انت تحط الصلصة بس والكلام ده. وطبعا بتبقى ميكس طبعا جبن والكلام ده بتبقى حلوة قوي. العجينة بتاعتي اهي، تتك عليها بصوابعك كده علشان تاخد الحشوة بس ما تقعش منها. لكن ده حاجة يعني طريقة عادية خالص مفيش مشاكل. تك على قلبها كده من جوه. طبعا هي بتخمر لان احنا حاطين خميره وبيكنج باودر، وطبعا احنا حطيناها في الصاج اللي احنا هنحطه في الفرن على طول او الصينيه على حسب اللي انت بتعمليه. حطيت بقى الجبنه، الخليط الجبنه بالصلصه اللي احنا عملناه سوا. قلبيها اهي. بصوا
هي بتبقى لونها ابيض كده، مديه على بيض كده شويه لحد ما تدخل الفرن وهتتحمر، وهتلاقي كل ده لون احمر زي الفل. حطي بقى الزيتون، حطي خضار، حطي لحوم، حطي اللي انت عايزاه. انا هنا حطيت زيتون متقطع اهو عادي خالص. وحطيت كمان حبيت احط مشروم، بحب المشروم قوي، مع المعجنات كمان بيدي طعم خرافي. كتري قللي زي ما انت تحبي، هي الميني البيتزا كده حاجه بسيطه خالص، لقمه واحده كده لطفلك هيحبها قوي. كمان انا قطعت طماطم، حبيت احط طماطم، ما حبيتش احط فلفل علشان ساعات بيقرقش كده شويه، بس طبعا انت لو تحبي تحطي فلفل برضو مفيش مشاكل زي ما انت تحبي. احنا هنا بقى حطينا صلصه طماطم على جبنه على زيتون على طماطم على مشروم، طبعا ممكن تضيفي اي حاجه زي ما احنا قلنا اللي انت تحبيه. حطيت جبنه موزاريلا كمان، ممكن تحطي جبنه رومي، ممكن تحطي جبنه شيدر، اللي انت تحبي تضيفيه ضيفيه. دلعي البيتزا بتاعتك، انا حبيت اخليها بسيطه خالص اهي، وفي نفس الوقت فيها قيمه غذائيه عاليه، طماطم ومشروم وجبنه، والصلصه دي تحفه. بصوا بقى بعد ما دخلتها الفرن على درجه حراره متوسطه لمده 15 دقيقه بالظبط، بصوا شكلها وجمالها. الطماطم طبعا احمرت، والطعم والريحه خرافيه، خرافيه بمعنى الكلمه، حاجه كده تاكلوا صوابعكم وراها بمعنى الكلمه. الاطفال هيحبوها جدا. بصوا كانت بردت شويه، وبعد كده بصوا القعر متحمر 100% ازاي، بجد طعم ولون وريحه خرافي. دلعي اطفالك ودلعي نفسك وكلوا اللي انتوا تحبوه. يا رب بقى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتضغطوا زر الجرس وتكتبوا لي كومنتات حلوه كتير، وشكرا للناس اللي بتشترك عندي.